التاريخ ماشي غير تواريخ وأسماء ووقائع كنحفظوها، كنهضروا على كيفاش أن الإنسان كيبني الذاكرة الجماعية، كيفاش كيصوغ الهوية ديالو، كيفاش كيتصور العالم من خلال الماضي. ولكن الإشكال الكبير هو واش فعلا التاريخ كيعطينا الحقيقة ولا مجرد تأويلات اختيارات وسرديات كتخدم مصالح معينة. في المعرفة التاريخية غنطرحو السؤال: واش التاريخ فعلا موضوعي؟ التاريخ ماشي بحال العلوم الدقيقة بحال الفيزياء ولا الرياضيات اللي فيها التجربة والدقة. بولاريكور كيآمن بأن المعرفة التاريخية هي نوع من التأويل، حيث المؤرخ كيتعامل مع أحداث وقعات ما عيشهاش، كيرجع لمصادر ووثائق يختار منها ويحللها. شنو اللي غيخليه يختار وثيقة ويهمل وحدة أخرى؟ الجواب الرؤية ديالو والخلفية الثقافية والسياسية وحتى الانتماء الشخصي ديالو. هنا كنشوفوا أن المؤرخ ماشي محايد 100%، وهذا الشيء كيعني أن التاريخ كيتبنى ماشي كيتنقل. ريكور كيدافع على واحد الفكرة وواحد التصور واعي، ما نتيقوش في أي حاجة كتقال، ولكن نقراو التاريخ بطريقة نقدية نميزو بين الحدث والتفسير. ميشيل فوكو كان أكثر راديكالية وقال بأن التاريخ هو سلاح السلطة. أي سلطة في العالم كتحاول تكتب الرواية ديالها وتفرض على الشعب باش أنها تبرر الوجود ديالها والأفعال ديالها. مثلا ملي كتلقى دولة بحال فرنسا كتقول أن الحرب ديالها كانت تحريرية، في الحقيقة هي حرب استعمارية احتكارية، كتستعمل التاريخ باش تبيض الوجه ديالها. هنا فوكو كيشير للخطورة، كيسميها التاريخ الرسمي، وكيشجعنا باش اننا نفتشوا على التاريخ المضاد، التاريخ اللي كيعاودوه الناس اللي ما عندهمش صوت بحال الفقراء، الشعوب المستعمره والضحايا ديال الانظمه.